السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويا رب دايما متجمعين ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد وعزومة جديدة في بيت اختي ان شاء الله. ربنا كده يخلينا لبعض ويبارك لنا يا رب في كل حبايبنا. النهاردة هوريكم بقى الفيديو بتاعنا، هنعمل فيه حاجات كتير حلوة. متنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش، ولو انت مشتركة في القناة حطي لايك واكتبي لي كومنت كده حلو منك. ويلا بينا نقول بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، ونبتدي نشوف هنعمل ايه. طبعا انا هوريكم العزومة بتاعت النهاردة وانتوا تاخدوا بقى منها افكار، حابين تزودوا حاجة، حابين تنقصوا حاجة، على حسب اللي انتوا العدد بتاعكم، على حسب اللي انتوا هتعملوه. هنا اول حاجة حطينا هنسلق الفراخ. فحطينا ايه، حطينا المية، وطبعا حطينا فيها بصل وطماطم وورق لورا وحبهان وفلفل زي ما انتوا عارفين. ونزلنا بالطماطم هننزل بالفراخ وهنسيبها بقى تستوي كده مع نفسها. طبعا الفراخ مغسولة كويس بملح ودقيق ونقعينها في الملح شوية والليمون. تمام، حطينا بقى كمية الفراخ كده كلها اهي. وعلى الناحية التانية هنعمل برضو اللحمة. اللحمة هتتسلق. بصوا احنا كنا ناويين مش هنعمل اللحمة، يعني الفراخ قصدي هنسلقها، كنا هنشويها على طول، بس هي اختي اشتغلت قبل ما انا اروح فقلنا مش مشكلة، تمام هنكمل عادي. هنا بقى سلقنا الفاصوليا. هي كنا مخمرينها من بالليل، نقعينها في ميه هنبتدي نسلقها، وبعدين هنحط بقى اللحمه زي ما عملنا في الفراخ. هنعمل في اللحمه هنحط ورق لورا وبصل وطماطم وحبهان، وهننزل بقى باللحمه بتاعتنا وهنسيب بقى الحاجتين دول يستووا. طبعا اول حاجه بنعملها هي اللحوم علشان ما تاخدش معانا وقت. ولو عندك بقى هتعملي جلاش مفروم، جلاش باللحمه المفرومه او سمبوسه او اي حاجه، بتعصجي برضو اللحمه بتاعتك قبل ما تبتدي في اي حاجه علشان تبقى الحاجه عندك ايه جاهزه. هنا بقى كنت انا خلاص كنت وصلت، هي كانت سلقت اللحمه والفراخ عقبال ما انا وصلت. هنا بقى كنا طبعا الملوخيه بتخرطها برضو هنشيلها الحاجات. بصوا اللي هو ايه، طول ما انت قاعده كده في النهار الحاجات اللي مش اللي هو يعني هتتشال وتبقى ناخدها على التحضير على طول بنعملها. خرطنا بقى الملوخيه كده اهي. طبعا الملوخيه غسلتها الاول وسابتها نشفت وكده في فوطه، وبعدين خرطت الملوخيه. هنا بقى كنا دخلنا لقيت بقى خلاص اللحمة الفراخ بتاعتي استوت، ودي كمان اللحمة كانت لسه بتستوي. وعملت الشربات بتاع الحلو، يعني هنعمل قطايف وهنعمل كمان جلاش. فده كان الشربات بتاعها برضو بنعمله، وهنسيبه ايه على جنب لحد ما نخلص الايه الفطار بتاعنا. هنا بقى كنا بنعمل طريقة جلاش حلوة اهي، اختي بقى بتوريها لكم. بصوا هتجيبي لفة الجلاش وهتقسميها كده 4 وهي زي ما هي من غير ما تفرديها. وبعدين هتاخدي كل رول من اللي هو انت قسمتيهم دول وهتتنيه كده مثلث زي ما انتوا شايفينها بتعمل كده. بصوا اهي، ده بقى بيبقى مش محشي، بيبقى سادة وبيبقى حلو جدا وخفيف وطري للناس اللي بتحب الجلاش الطري. احنا من النوع اللي بنحب الجلاش الطري قوي. مش بنحب الجلاش بيبقى ناشف كده من على الوش، بيبقى مش حلو وبيبقى ناشف فاحنا بنحبه بقى اللي هو سادة كده وطري وحلو مع العسل بقى وكده، ان هو سادة بيبقى حلو جدا ما شاء الله جميل. تمام. عملنا بقى هنا اهي الطريقة اهي، كنت حبيتها ان انا اوريها لكم اهو، من غير بقى ولا حشو ولا اي حاجة. هنكمل بقى الجلاش بتاعنا ده في يعني ايه الكمية كلها. عملنا الصينية دي وكان في لفة كمان هنعملها. وهنا بقى هنعمل ايه، هنعمل مهلبية باللبن. مش هنعملها بالكاستر ولا اي حاجة، لا هنعملها مهلبية كده عادية اللي هي بالفانيليا. تمام. كنا جايبين 3 كيلو لبن طبعا علشان العزومة وانتوا عارفين والعدد وبيبقى فيه اطفال وكده، فبنعمل الكمية ايه اكبر. حطينا كده 3 كيلو لبن ونزلنا عليهم بقى بالسكر، وطبعا السكر على حسب ما انتي الكمية اللي عندك برضو. وهنقلب بقى كله مع بعضه كده. وبعدين زي ما انتوا عارفين هي المهلبية سهلة، هنجيب الفانيليا هنحطها وبعدين هندوب النشا وننزل بيها ايه على المهلبية بتاعتنا. اسهل حاجة هي مهلبية اللبن دي، بتبقى سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة. دوبنا كده اهو، حطينا الفانيليا بتاعتنا، احنا حطينا 2 و2 بس، انا لما جيت اصور ما لحقتش غير 2 بس. تمام كده. هنحط بقى النشا بتاعتنا اهي، طبعا حاطين كمية نشا كبيرة علشان زي ما قلت لكم اللبن عندي كتير، عاملين كمية يعني. تمام.
هندوب النشا كده في شوية مية وبعدين ننزل بيه على اللبن عندي، وكده خلاص اول ما هتربط معايا يعني تديني القوام بتاعي خلاص هقفل عليها، وهنبتدي بقى نحط في الاطباق. دوبنا بس النشا كده كويس علشان ما يبقاش مكلكع، وهتحطي بايد وتقلبي بالايد التانية علشان ما تكلكعش منك اهو. تمام كده ما شاء الله الكمية حلوة. و طبعا انتوا عارفين في العزومات بنبقى عايزين نعمل حلوة وحاجات حلوة وكده، فاحنا استسهلنا عملنا 3 حاجات، بس 3 حاجات كانوا سهلين. عملنا الجلاش، وعملنا كمان المهلبية دي، وهنعمل كمان قطايف. هنا بقى كنا طلعنا بره، طلعنا بقى الحلة بتاعتنا كده بره علشان طبعا الاطباق وهتعوز مكان وكده، فحطينا بره على الطبلية كده، وكل واحد بيعمل حاجة زي ما انتوا شايفين. هنا حطينا بقى المهلبية بتاعتنا في الأطباق، وأختي التانية كانت بتكسر بقى في الفول وبتجهز الجوز الهند والزبيب والمكسرات والحاجات دي علشان نحطها ايه على الوش. إيه بس كده يا بنات زي ما انتوا شايفين. طبعا في العزايم بيبقى كلنا ايد واحدة، كله بيعمل مع بعضه، وده بيعمل وده بيعمل علشان ايه، علشان ننجز في الوقت وعلشان نطلع كلنا ايه، الحاجة كده تبقى حلوة وتبقى كل الأيادي مشاركة يعني في الحاجة. حطينا بقى زي ما انتم شايفين كده في اطباق كنا بنحطها صغيره لان في اطفال كتير، ولاد اخواتي ولاد اخويا وكده فاهمين، فمش هياكلوا الطبق الكبير ده، فكنا بنعمل ايه، في اطباق كده معينه كنا عاملينها صغيره للاطفال. تمام زي ما انتم شايفين اهو. هنحط بقى على الوش المكسرات بتاعتهم، وبعدين ندخل بقى كده ايه نشوف هنعمل ايه تاني. وما تنسوش تحطوا لنا بقى اللايك الجميل، وتكتبوا لنا في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم في الفيديوهات اللي بنعملها. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنا كنا بنحط جوز الهند والزبيب والفول. بصوا على حسب ما انتوا بقى بتحطوا، كل واحد على حسب ذوقه، بتحطيهم في النص عايزه تزوقي بقيه الطبق. احنا مشكلين في الاطباق يعني، في اطباق كده في النص، وفي اطباق لا، وفي اطباق مش عليها خالص عشان الولاد مش بيحبوها. فيعني ايه على حسب الدنيا عندك، وعلى حسب الاطفال ما بتعمل. زي ما انتم شايفين بقى الولاد قاعدين حوالينا. طبعا الحاجات دي الولاد بتفضل فاكراها زي ما احنا كده فاكرين العزايم بتاعتنا زمان، وفاكرين في تفاصيل معينة كده الاطفال مش بتنساها حتى مهما تكبري، مش بتنسيها. بتبقى ايه حاجة كده ذكرى جميلة، بتبقى محفورة جواكي. تمام. هنا بقى الفراخ بتاعتي كانت طبعا زي ما انتوا شفتوها من بدري كانت استوت، فانا عملت ايه، عملت الخلطة بقى بتاعتها اهي. بصل وطماطم وتوابل طبعا وايه، والبابريكا والحاجات دي عاملينها احنا مع بعض قبل كده كتير. وطبعا كنا ايه رشينا على الفراخ نفسها، رشيت عليها كده ايه رشة من الفلفل والكمون والتوابل على الوش قبل ما احط ايه الطماطم. بس ظبطت كده الصينيه، ودخلت بقى على الصينيه التانية نفس الكلام اهو زي ما انتم شايفين، حط عليها الفلفل والكمون، وابتديت ان انا احط عليها ايه باقي الخلطه. وبس كده. طبعا هي مستويه هندخلها بس الفرن تاخد وش وخلاص، بس مش هندخلها دلوقتي غير لما ايه. بص احنا كنا بنجهز اغلبيه الحاجه ونركنها على جنب على اساس قبل الفطار كل حاجه تبقى جاهزه وسخنه في نفس الوقت. حطينا بقى التوابل والحاجات كده، وبعدها بشويه مثلا نص ساعه ولا حاجه دخلنا ايه ولعنا بقى الفرن الكبير، وهتشوفوني برضو وانا ايه بصور لكم اللحمه واحنا بنحطها برضو ايه في الفرن. تمام كده اهو. صينيتين الفراخ، وكمان رشينا كده رشه من الزيت على الوش بتديها برضو ايه لمعه كده للفراخ وتشويحه حلوه. بس وابتديت بقى ايه هنجهز برضو اللحمه، هنعمل التتبيله بتاعه اللحمه واحنا برضو واقفين عشان تبقى صينية اللحمة برضو جاهزة تدخل برضو ايه الفرن على طول. هنا بقى بنعمل التسبيكة بتاعة الفاصوليا. احنا زي ما انتوا شفتوا سلقنا الفاصوليا من بدري وصفيناها من المية وموجودة معايا. اجيب بقى ايه بصلاية ومعلقتين سمنة كده ونشوح البصلاية، واول حاجة كنت بوريها لكم كانت توم. حطينا برضو معاها ايه معلقة توم كده حلوة، وحطينا بقى الفلفل الاحمر بتاعنا، ونزلنا بقى بالصلصه بتاعتنا. طبعا احنا عملنا صلصه كتير عشان هاخد منها شويه للايه للتتبيله بتاعه اللحمه دي. خلاص سيبنا بقى الطماطم، حطينا الطماطم بتاعتنا وسيبناها بقى ايه هتتسبك كده مع نفسها، وبعدين هنحط لها الملح والتوابل بتاعتنا. هنا بقى جبت عندي الصينيه هعمل الخلطه بتاعه اللحمه.
بصوا الخلطة دي يا بنات بتبقى خطيرة وحلوة جدا وطعمها تحفة. عملنا ايه، حطيت معلقتين كده سمنة كبار، وهحط مثلا 3 4 بصلات كده حلوين. لو البصل كبير حطي بصلتين، لو صغير هتحطي ايه 3 4 زي ما انا عملت كده. وهنقلبهم ونحط بقى ايه الفلفل بتاعنا. هنحط توابل بقى، توابل اللحمة، وهنحط الفلفل الاسمر والكمون والكزبرة، ولو عندك حبهان حطي. تمام. وهنقلب برضو الكلام ده كله مع بعضه، وبعد ما البصل ياخد تشويحة كده معايا هنزل عندي ايه بالثوم. انا هنا كنت بحط التوابل زي ما قلت لكم، كمون وفلفل اسمر وكزبرة، وهشوح بقى كده حلو لحد ما تدبل معايا خالص. وبعدين طبعا حطيت الثوم وقلبته معاها، ونزلنا بقى كده ايه بمكعبات من الطماطم. خلي الطماطم تاخد غلوتين 3 كده معاها قبل ما تحطي عليها الصلصة. تمام. ونزلنا بقرن فلفل حامي، وبعدين هخليها كده تتسبك شوية، وهنزل بقى عليها بالملح وتوابل تانية، وبعدين هنزل عليها بكبشتين من الصلصة بتاعة الطماطم اللي جنبي، اللي هي اصلا متسبكة جنبي، فهاخد منها كده ايه كبشتين. تمام. وهنحط ايه، كنت بقى جبت بهارات لحمه اهي، هي دي. هنحط منها كده بقى كميه حلوه عشان بتديني ريحه تحفه للخلطه بتاعه اللحمه دي يا بنات. جربوا الطريقه دي في اللحمه وهتعجبكم جدا. بصوا كل ما بعملها كل ما بصوا بيعجبوا بيها جدا، وبتعجبهم قوي، بيحبوها جدا، بيحبوا طعمها وبيسالوني عاملاها ازاي. حطينا بقى كده كبشتين من الطماطم من الصلصة، وهسيبها بقى تغلي كده شوية. بعد ما تغلي هاخد الخليط ده وانزله على الايه على اللحمة على طول. هنا بقى جنبي كنا برضو ايه بنحاول الحاجة اللي هي هتخلص ونركنها بنعملها. إيه، جبنا بقى كيسين من اللسان العصفور، وعملنا كده ايه كمية حلوة طبعا عشان كله بقى يبقى الشوربة موجودة قدام الكل. شوحنا بقى لسان العصفور كده وايه، وهنسيبه بقى لحد ما يتحمر. وجنبية هنا الصلصة بتاعت الطماطم كانت اتسبكت، فجبت ايه حطيت بقى فيها الفاصوليا. وبعدين العصفور اتحمر معانا، هننزل بقى عليه بالشوربة بتاعتنا، وهسيبه بقى شايفين. هنسيب بقى العصفور ايه يستوي مع نفسه 5 دقايق بالظبط، وهنطفي عليه. وهنا كان الجلاش برضو ايه طلع من الفرن. كانت اختي التانية الكبيرة اللي هي عزمانة إيه كانت قاعدة قدام الفرن بقى ابتدت ان هي ايه تسوي ايه في الحاجة. ابتدينا اول حاجة بالجلاش، وبعدين هتدخل الفراخ، وهنخلي اخر حاجة ايه ال- اللحمة. تمام. ابتدينا في الكلام ده قدام الفرن، كانت الساعة بالظبط 5 علشان كل حاجة تبقى طالعة سخنة. طبعا الجلاش زي ما انتوا شفتوا اول ما يطلع معاكي من الفرن بتنزلي عليه بالشربات كده وهو ايه سخن. يعني الجلاش لازم يكون سخن عشان يطلع معاكي مورق وحلو. عايزه اقول لكم ان الخلطه دي فعلا كانت جميله، الطريقه قصدي بتاعه الجلاش دي كانت حلوه قوي، وكان طعمه حلو كده وطري وجميل. بس كده يا بنات عملنا بقى الجلاش. هندخل بقى اللحمه والفراخ برضو في الفرن ايه بعد ما بعد ما طلعنا كده الجلاش. هنا كانت الخلطه بتاعه اللحمه اهي بتاعتي. هبتدي بقى ان انا احط كده الخلطه عندي على اللحمه، واللي هيتبقى برضو هدخله احط بقيه الخلطه دي على الفراخ. عايزه اقول لكم خلطه تحفه يا بنات، بتدي طعم كده جميل للحمه. جربوها بجد والله، الطريقه دي هتعجبكم قوي في اللحمه. وهنا بقى كنا بنعمل الرز، وانا مش هكمل تصوير الرز لان انا صورته معاكم كتير. فكنا بنحمر كده الشعريه، وبعدين هننزل بالرز وهسيبها بقى ايه اختي هنا تسويه. وهطلع بقى انا اصور لكم ايه الفراخ وهي طالعه من الفرن هي واللحمه. تمام. زي ما انتم شايفين طبعا بتعملي كمية الرز كبيرة على حسب ايه على حسب العدد اللي عندك وكده. بس كده حطينا بقى الشعرية خدت لون، ونزلنا بالرز بتاعنا. وبعد ما يستوي، بعد ما يعني ما ياخد التشويحة بتاعته، هننزل بقى ايه بالشوربة بتاعتنا. تمام كده. هنا بقى دخلت كانت الفراخ بقى ايه خدت اللون بتاعها اهي ما شاء الله. بصوا شكلها جميل تفتح النفس. ودي الصينية التانية برضو اهي في الفرن. وصينية اللحمة برضو ايه في الفرن برضو جوه. هنا صينيتين الفراخ اهو كانوا خلاص استووا وشكلهم جميل وما شاء الله يعني. وهنا بقى كانت صينية اللحمة إيه، لسه كانت بتاخد شوية كده يعني ايه مش هنطفي عليها دلوقتي. كانت لسه بقالها دقيقتين ولا حاجة كده تتشرب التشريبة بتاعتها من تحت وخلاص. دخلنا بقى هنعمل ايه اخر حاجة كانت معانا الملوخية. هنعمل بقى الملوخية زي ما انتوا شفتوا. كنا جايبين ملوخية خضراء وخرطناها وعملنا التشريبة بتاعتها ايه. حطينا الشوربة وفيها الثوم وفيها شوية من الكزبرة، ونزلنا عندي ايه
بالملوخية، وهنعمل بقى إيه الطشة بتاعتها وكده، يبقى الحمد لله عملنا كل حاجة على خير، وضبّطنا كل حاجة قبل الفطار، يعني كل حاجة كانت جاهزة وما فيش حاجة ناقصة الحمد لله، وكلّه كان مبسوط جدًا، وربنا يبارك يا رب في اخواتنا ويبارك في أهالينا يبارك لنا كلنا في بعض، وربنا يعني يجمعنا كده على الخير دايمًا. عملنا هنا بقى اللهم صل على سيدنا محمد، حطينا التومة مع طبعًا سمنة بلدي عشان الملوخية، ونزلنا بقى بشوية إيه، شوية كده من الكزبرة، و أول ما تاخد لون معايا خلاص ننزل بقى إيه على الملوخية على طول، وكده خلاص هنجهز بقى السلطة، ونجهز العصاير بقى، ونجهز الترابيزات بتاعتنا، وبرضه مصورة لكم وهاوريكم شكل الفطار في الآخر. هنا بقى كنا صبينا بقى العصير علشان نطلعه برّه، وكمان طلعنا السلطات، وهنا بقى كان شكل السفرة، دي المكان ما كانوا هيقعدوا الرجالة، كان قاعدين في مكان، وإحنا كستات كنا قاعدين في مكان، وبرضه الولاد قاعدين معانا برّه في المكان التاني. زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله الأكل كان شكله جميل ويفتح النفس، وكمان طعمه كان جميل، وهنا بقى كان العصير والبلح، والحمد لله العزومة كانت تشرّف وكانت حلوة جدًا. ويالّا بقى ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وقولوا لي رأيكم في الفيديو. وكمان كنا برضه عاملين عيش خبزنا عيش، يعني ماما كانت خبزته، وما شاء الله عملنا بقى إيه بعد الفطار. طبعًا لمينا بقى المواعين، اللي ما عملش بقى في الفطار عمل المواعين، فاهمين؟ يعني بتتقسم كده. وعملنا بقى القطايف قفّلناها، طبعًا عندنا الشربات بتاعها.